زي ما في ريد فلاج لما بنشوفها بناخد حذرنا وبنهرب من العلاقة، زي ما في برضو جرين فلاج لو شفتيها تبتي في الراجل اللي معاكي واوعي تسيبيه عشان ما تبقيش يا خيبتك. لو عايزة تعرفي ايه هي الجرين فلاج اللي هتقولك ان الراجل اللي معاكي ده يستاهل ولا لأ، ورقة وقلم وركزي معايا يا ست الكل. بصي يا خيبتك منك ليه، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال، دي قاعدة ثابتة. لكن برضو في شوية حاجات ممكن تطمنا ان الراجل والمتهم مظلوم حتى تثبت ادانته. اول حاجة في الجرين فلاج اللي تطمنا انه ما يبقاش بيتلكك ويعمل من الحبة قبة، ومش على اي حاجة يتقمص ويتلكك ويعمل حوار ويكبر الموضوع ويعمل لك مشكلة حتى لو قابلتي ابن خالتك صدفة في الشارع ووقفتي تسلمي عليه ويعلق لك المشانق كأنه مطلعك من الاسم. واوعي اوعي لو عمل كده تصالحيه او تراضيه، احنا نتصالح ما نصالحش يا خبت. تاني جرين فلاج مهم جدا جدا ان يكون قبلك زي ما انت وما يطلبش منك تتغيري، تتخاني ترفعي تحطي ميك اب تبطلي الميك اب وما يكررلكيش تلبسي ايه. يعني مثلا ما يقولكيش البنطلون ده يتبدل ويبقى فستان والشعر يبقى حجاب او الحجاب يبقى شعر، ده كده واحد داخل يشكلك على مزاجه. عايز ام فستان روح لها يا حبيبي، عايز ام شعر روح لها يا روحي، عايز السمباتيك الرفيعه روح لها، عايز المدملكه المقلوظه روح لها. من الاخر كده محدش بيغير حد، لا انت هتغيريه ولا هو هيغيرك. احنا مش داخلين تحدي يا حبيبتي، وكل واحد فيكم عاجبه دماغه وشخصيته. تالت جرين فلاج انك تحسي وانت معاه ان هو شايل مسؤوليتك وانه راجل في تصرفاته، مش بس لما تخرجوا مستحيل يسيبك تدفعي، ولا لما تمشوا في الزحمه يحوط عليك ويبعد عنك اي حاجه تضايقك. لا، يحسسك انك مسؤوله منه، زعلك مسؤوليته واحلامك مسؤوليته ومشاكلك مسؤوليته، حياتك نفسها بتفاصيلها بعبالها مسؤوليته. رابع جرين فلاج وده بقى الاهم بالنسبه لي، انه ما يطلبش منك اي حاجه تعارض اخلاقك او تربيتك، ويكون بيتقي ربنا فيكي وما يستغلش حبك باي شكل من الاشكال. وندخل بقى في الاسطوانه المشروخه يا بت انت مراتي وانا خلاص خطبتك، وندخل بقى في الهبل ده. لو بيحبك بجد وبيخاف عليكي وعلى شكلك قدام الناس مش هيطلب منك اي حاجه تعارض اخلاقك. خامس جرين فلاج يكون عاقل وراسي، مش كلمه توديه وكلمه تجيبه، يعني محدش بيسخن ومحدش بيمشي كلامه عليه، صوته من دماغه وبيوزن كل حاجه بميزان العقل وكمان بالدين والاصول، وده بيطمنك انه هيحافظ عليك ويصونك، ولو في مشكله هيعرف يحلها، وانه فعلا راجل ملوي هدومه. ما لقيتيش الحاجات دي ولقيتي كله ريد فلاجز والدنيا احمر في احمر ورغم كده كملتي برضه، يبقى يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وانتوا بقى قولولي ايه المواصفات والجرين فلاج اللي تحبوا تشوفوها في شريك حياتكم. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في خيبتك عشان اشوف خيبتي وخيبتك.